ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان نقدر نقدم لكم كل جديد. النهارده عايز اسالك السؤال: قد ايه انت بيبقى نفسك تذاكر وتاخد كورسات بس اللغه دايما واقفه في طريقك؟ قد ايه كمان الكورسات تكلفتها غاليه جدا واحيان كتير انت مش قادر عليها؟ طب ايه رايك النهارده ان هديك حل بالعربي وببلاش؟ يلا بينا ونشوف ازاي. هنتكلم النهارده على منصه ادراك. اول ما هدخل على جوجل عندي هكتب كلمه ادراك، واول لينك عندي بيظهر هو ده اللي انا هاخده. ادخل على السايت، هلاقي عندي دلوقتي إمكانية إن أنا أبدأ أعمل أكاونت مجاني، هو كاتب سجل مجانا. تمام، هبدأ أدوس عليه. هيبقى عندي أكتر من طريقة ممكن أسجل بيها، عن طريق الفيسبوك، عن طريق جوجل، أو أكتب الإيميل بتاعي وأعمل الأكاونت بإيدي. طبعا أسهل طريقة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير هي الجوجل. هدخل أجيب الإيميل بتاعي وأقول له كمل كونتينيو. بس كده خلاص أنا بقى عندي أكاونت. طبعا هدخل طبعا وعايز يعرف اهتماماتي، فبيقول لي هو أنت تفضل إنك تتعلم عن إيه، ومديني مجموعة الكورسات اللي موجودة تحت بنود بقى أو تحت المجموعات دي. فأنا طبعا أختارهم كلهم. أوكي، يعني أنت طبعا اختار اللي يريحك، أنا اخترتهم كلهم. هيبدأ بادئ بناء على الاقتراحات اللي أنا، أو بناء على الماي انترستس أو التوجهات بتاعتي، بدأ يقترح عليا مجموعة من الكورسات أبدأ بيها. طبعا أنا هعمل تشيك عليهم كلهم. هبص ألاقي في التكنولوجيا وتطوير الذات والمال والأعمال زي ما أنا اخترت في الأول، واللغات. تبدأ انت تختار بقى الكورس اللي يناسبك، كل واحد حسب اهتماماته وحسب اختيار اللي اختاره بره. انا اخترت مثلا اساسيات المشروع، وخلاص كده اتضاف على الاكونت عندي، بقى موجود عندي لحد ما اخلصه. يعني اول ما ادوس على واصل التعلم، بس الاقيني دخلت على الكورس وقادر اشتغل عليه. ما تنسوش ان الكورس مجانا زي ما هتشوفوا دلوقتي، بالكامل اتفتح لي مجانا زي ما احنا شايفين هنا. هيبدأ بس يسألني سؤال الاول، وعن ان انا عايزه اشارك التخصص بتاعي والتقدم بتاعي ولا لا. وبعد كده هبدأ انا الكورس بتاعي اهو موجود كله بالفيديوهات بتاعته، كل عنوان بالفيديو بتاعه، واشغله واتعامل بيه عربي تماما، مش بقى انجليزي ولا فرنساوي ولا لغات خالص. ما فيش بقى لغه مش هتقف عائق قدامنا. تمام، قدامي مجانا، الكورس اتفتح بالكامل. هبدا اخده واحده واحده، خطوه ورا خطوه لحد ما اخلصه بالكامل. فيديو فيديو، هو كله عباره عن مجموعه من فيديوهات وتاسكات طبعا هتطلب منك، وامتحان. تمام. طيب انا دلوقتي مش عاجبني الكورس ده وعايزه اخد واحد تاني غيره، بطلع فوق اختار التخصص اللي انا عاوزه. تمام، التخصصات اهي ظهرت عندي في الجنب. انا كده دوست هتصفح في الاول وطلعت لي التخصصات. انا دلوقتي عايزه اخد واحد تاني في تطوير الذات، يلا بينا. خلي بالك بقى ان الكورسز هنا برضو نوعين، زي ما سبق وشرحت في الفيديو بتاع كورسيرا. عندي تخصص وعندي دوره. تخصص بيبقى فيه مجموعه من الدورات جواها، طبعا بتاخد وقت اطول، وبتبقى متخصصه بقى اكتر، فيها معلومات اكتر عن الموضوع اللي انت بتاخده. فدي اللي احنا اخترناها دي تخصص. فدخلت جوه لقيت ايه؟ لقيت مجموعه من الدورات اللي كلها بتندرج تحت التخصص ده. وعشان اقدر اخد الشهاده بتاعت التخصص لازم اخلص كل الدورات بتاعته. تمام. طيب انا دلوقتي خلاص انا اتفرجت على الدورات، عرفت مين الدكاتره او مين الانستراكتورز او مين اللي هيبداوا يشرحوا لي. اجهز ابدا. طبعا هبدا اقول ابدا. طبعا بيقول لك هنا درجه الصعوبه بتاعت الكورس ده قد ايه، دي هنا متوسط. اوكي، واقول انضم الان، يلا بينا. تهانينا خلاص تم تسجيلك اهو، لا دفعنا حاجه ولا في اي مشكله. وبالعربي يا جماعه، بعيد تاني. نقدر ندخل. هيبدا يظهر عندي مجموعه الكورسات اهي اللي جوه المسار ده. ابدا اختار واحد واحد كده بالترتيب واخدهم لحد ما يخلصوا. لازم انا شايفه اهو قدامي مجموعه من الكورسات. اختبار التخصص فيه 25 سؤال المفروض في النهايه بعد ما بخلص كل الفيديوهات دي، عشان اقدر اخد الشهاده. لما انجح فيه واخد اكتر من 50% اقدر اخد الشهاده بتاعه الكورس اللي اقدر احطها في السي في بتاعي، وتدعم موقفي طبعا وانا بقدم في اي وظيفه. وخلاص انا كده خلصت مثلا التخصص ده، عايز غيره، يلا بينا على التكنولوجيا بالعربي. اوكي، تاني فيها تخصصات وفيها كورسات دورات، يعني بكل الموضوعات اهو اللي تهمني، عشان ما يبقاش حد ليه حجه ان هو يذاكر. العلم يا جماعه والله بقى سهل جدا، بس ايه اللي يدور عليه. طيب اهو انا عماله بدور اهو دلوقتي في الجزء بتاع التكنولوجيا. عجبني حاجه اسمها الجيميفيكيشن، ده مفهوم جديد اللي هو التعليم بالالعاب. طيب انا عجبني الكورس ده، عايزه ادخل فيه نفس الكلام بالظبط. دلوقتي لحد دلوقتي انا داخل تالت كورس اهو، لا طلب مني فلوس ولا الكورسات اصلا بالانجلش، الكورسات كلها بالعربي. طيب اخش اقول له انضم الان، يلا بينا. هيحطني على الكورس ويقول لي اهلا وسهلا بيك، منور معانا، اتفضل افتح وذاكر. اتحط الكورس طبعا عندي، يتفتح اهو بالكامل. يا جماعه عرب اللي بيقدموه باللغه العربيه قدامي اهو. اخلص الكورس بالكامل، اخلصه كله وانزل تحت على الشهاده. بعد ما اخلص وادخل الامتحان اقدر ان انا اقدم على الشهاده.
والشهادة بتتبعت لي على الإيميل طبعا اللي أنا مسجل بيه، وأبقى أنا كده معايا شهادات ببلاش وبالعربي في التخصصات اللي أنا عاوزها واللي تهمني. أظن مفيش أسهل من كده، مفيش أسهل حاجة من كده. فأتمنى إن النهاردة يكون الموضوع عجبكم. طبعا خلاص الكورسات الثلاثة موجودين عندي في الأكاونت بتاعي. أتمنى إن احنا نكون استفدنا، والناس اللي سألوني على موقع بالعربي، موقع إدراك من المواقع الكويسة اللي نقدر نبدأ بيها. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وشكرا، خير، باي.